حاجات لو كنت جبتها اونلاين كانت كلفتني اكتر من 10000 جنيه، نزلت في خلال يومين جبتهم على رجلي كلفوني 4000 جنيه. والمقدمه دي لان لاحظت في الفيديوهين اللي فاتوا اسئلتكم وتعليقاتكم على كتير من الحاجات اللي احنا عملناهم في التجديدات، ربنا يوسعها علينا وعليكم اللهم امين. وخليني اقول لك بعد ما كنت بشجعك انك تجرب الاونلاين في كتير من الحاجات، هرجع واعتذر لك واقول لك اللف على رجلي ورجلك ارخص لي وارخص لك في بعض الاحيان. حاجات ثمنها في الاونلاين شيء وفي الواقع شيء تاني خالص، زي الستاند الخشب المشجر اللي كان ارخصهم اونلاين ب 500 جنيه واغلاهم ب 1100 جنيه، والخامه حدث ولا حرج، وهي في ميدان العتبه بالظبط ب 290 جنيه. خامه، متانه، قوه، كبر، حجم، شياكه. يا راجل يا مؤمن طقم خشب مكون من 5 قطع لقيتهم اونلاين ارخص حاجه فيهم ب 2000 جنيه واغلاهم 3700 جنيه شامل التركيب. عملناهم وما كلفوناش تقريبا 1000 جنيه. حتى الثلاث لمبات دول اشتغلونا في الاونلاين وقال لك ستاند 3 لمبات على بعض ارخصهم كان 1100 جنيه واغلاهم وصل في بعض الاحيان ل 2650 جنيه وهم ما كلفونيش 550 جنيه بزرايرها وسلوكها وكل مشتملاتها من شارع الكهرباء اللي قبل دخلة شارع عبد العزيز على اليمين. لما يكون الفرق بالشكل ده بين الاونلاين والواقع ازعل ولا ما ازعلش؟ حتى الاطباق يا مؤمن يا موحد بالله، ارخص طبق لقيته اونلاين ب 150 جنيه وهو في العتبه ورا مول وجراج الازهر بالظبط من المحل ده، وباقي المحلات هتلاقيهم ارخص من ارخص اونلاين يخطر على بالك. بالمناسبه كتير من الاونلاين اصلا بيشتروا هناك وبيبيعوا على طول مباشره من الاونلاين، وانا مش بقول المعلومه دي عشان اقطع عيش، انا بس بقول المعلومه دي لان في ناس فعلا جشعه بتشتري حاجات ب 200 جنيه من العتبه وتبيعها اونلاين ب 700 جنيه. انا اتفهم انك تشتريها ب 200 جنيه وتبيعها ب 300 350 يا سيدي 400 لو كانت على وش القفص، وهسميها انك وفرت لي مجهود ومشوار وروحه وجايه وبهدله الشارع. ارخص وابسط شيء تقدروا تقارنوا بيه بين الاونلاين والواقع هو البراد البايركس اللي قدامكم، اللي اقل سعر هتلاقيه في الاونلاين ب 295 واغلى سعر هتلاقيه 420 جنيه، في حين ان هو على ارض الواقع في العتبه ورا جراج ومول الازهر ب 190 جنيه. الفرق اللي شفناه ده يخليني انبهكم وانبه نفسي، انا مش ضد الاونلاين، بالعكس انا مع الاونلاين لو كان هيقدم لي نفس الجوده ونفس الشيء مع هامش ربح اقدر اسميه انه وفر لي وقت ومجهود وحلال عليه. لكن لما يكون الربح الضعفين والثلاثه الكلام ده ما يبقاش لطيف. يمكن الحاجه اللي ناقصاني اللي انا لحد دلوقتي ما عملتهاش وعاده كل ما بنجدد بنعملها هي استيكرات الرخامه بالمقاسات على قد المطبخ لان للاسف لحد دلوقتي ما عرفش اتوصل لاي حد، حتى الناس اللي انا اتعاملت معاهم قبل كده ارقامهم واسعارهم بقى مبالغ فيه قوي. عشان كده لحد دلوقتي يمكن اخر شيء لسه ما عملتهوش هو ان انا اركب استيكرات رخامه كعادتنا لما بنعمل اي تجديد. الاونلاين بعدنا عن الشراء والاختلاط بالناس وهات والخد والكسل اللي خلانا كلنا ندور على الارخص من بين التطبيقات وبنشتري ومعتقدين اننا ناصحين عشان وفرنا وقت وفلوس، لكن في الحقيقه مش في كل الاحوال بتظبط معانا، واكبر دليل اللي حكيته لك لحد وقتنا هذا. منتجات كتيره بتتعمل في اماكن بطلنا ننزلها بالفعل وبطلنا نعرف الفرق الحقيقي ما بين الاسعار اللي موجوده في الشارع والاسعار اللي بيضحك علينا فيه في الاونلاين. واحيانا كتير مننا وانا منكم لسه بيعاني من عقده الخواجه في كتير من المنتجات، مع ان المفروض نشجع نفسنا من اغنانا لافقارنا ان كل جنيه يطلع مننا ولاد بلدنا هم اولى بيه. وانا كاحمد بشجع منتج بلدي وبشجع رجاله وستات وشباب بلدي، وقررت من فتره للتانيه انزل اشتري واتكلم. والاونلاين اللي هنلاقيه برضو يستحق، مش هنبخل عنه. مره تانيه بفكركم انزلوا العتبه وانزلوا الاماكن المشهوره للاغراض اللي انتوا عايزين تشتروها، لما هتنزلوا تشوفوا بعينيكم هتلاقوا حاجات كتيره اجمل مما تتخيلوا، وربنا يوسع رزق الجميع اللهم امين. في الختام لو في اي اسئله تانيه بخصوص الديكورات هحاول اجمعها وارد عليها بفيديو قريب، وكالعاده ندعي لامي والامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب، ومساء الزبده على الجميع. نشيلها بقى عشان ما تتكسرش مننا بعد الليله الحلوه اللي احنا قلناها دي. مساء الزبده.